تعالوا نتكلم مع بعض عن زيت الليمون. زيت الليمون ده من الزيوت اللي انت المفروض لو بشرتك دهنيه تحطيه في التلاجة بتاعتك كده وما تستغنيش عنه ابدا. زيت الليمون ده عامل 10 جنيه يا بنات. طيب استخدمه لو بشرتي دهنيه بس؟ لا، استخدميه لو اي نوع بشره انت، سواء بشره جافه، بشره دهنيه، بشره مختلطه، بشره عاديه. زيت الليمون ده حلو جدا. زيت الليمون يا بنات بيعمل ايه بقى؟ اولا بيفتح البشره كويس جدا. تاني حاجه بيستخدم كتونر، ممكن تستخدميه كتونر لبشرتك. الناس اللي مش معاها امكانيات ماديه ان هي تجيب تونر يكون غالي، زيت الليمون ده ممكن تستخدميه كتونر. ليه؟ لان هو بيعمل على انقباض الانسجه، فبالتالي لما الانسجه بتنقبض بيفتح البشره وبيعمل حاجز واقي للبشره. غير كمان ان هو بيحافظ على حاجز الجلد. البنات اللي بيكون عندهم حاجز الجلد بتاعهم اتهلك من كتر ما بتستخدم حاجات غلط، فزيت الليمون ده هيرجع لك الجلد تاني مرن من اول وجديد، وهيحافظ على الجلد بتاع بشرتك من اول وجديد. انا ممكن استخدمه ازاي؟ ممكن استخدمه عن طريق ان انا اجيب زيت الليمون كده، واجيب قطنه اللي هي بتاعت مزيل ميك اب نظيفه خالص، واحط زيت الليمون وابتدي ان انا امشي على بشرتي. زيت الليمون يا بنات بيقتل البكتيريا الضاره، ده غير ريحته اللي تجنن، بيقتل البكتيريا الضاره في البشره. يعني معنى كده ان انت لما تيجي تستخدمي زيت الليمون، لو وشك عرضه ان هو يطلع حبوب، لما تيجي تستخدميه على بشرتك وتعملي حركات دائريه كده بالمنظر اللي انا بعمله ده، هيقتل اي بكتيريا موجوده في بشرتك. لما البكتيريا الضاره بتموت هيحصل ايه؟ بشرتك هتبقى نظيفه، مش هتعمل دهون ولا هتعمل رؤوس سوداء ولا هتعمل رؤوس بيضاء. بالعكس، انا عاوزه اقول لكم يا جماعه وحياه ربنا ريحته تدوخ من حلاوتها. هو مش بس كده، ده هو كمان بينظف البشره. يعني ممكن تستخدميه كمزيل ميك اب. انا عاوزه اقول لكم بقى ان انا كنت بعمل جلسه دلوقتي وكنت معقمه ايدي كويس جدا وغسلاها وكنت لابسه جوانتي. بصوا يا جماعه القطنه، بصوا يا جماعه انا دايما تقريبا بقيت بتفضح معاكم بسبب الزيوت دي. عاوزه اقول لكم بقى يا جماعه، زي ما بقول لكم كده، بيدي لمعه حلوه جدا. ممكن تستخدميه لبشرتك، ممكن تستخدميه لكوعك، ممكن تستخدميه لركبتك. هو لوحده اصلا من غير حاجه كفيل ان هو ينقي البشره ويخليها نضره جدا. لو عندك بقى حبوب في بشرتك، لو كانت حبوب عاديه ممكن تستخدميه وتحطي معاه زيت الشاي الاخضر. زيت الشاي الاخضر معروف ان هو بيقلل الحبوب جدا وبينشفها. لكن لو بشرتك ملتهبه ممنوع تماما انك تحطي زيت الليمون. انا باكد عليكي، لان انت لو بشرتك ملتهبه وحطيتي زيت الليمون هيعمل لك فوران في بشرتك وبشرتك هتتبهدل، يبقى انت كده بوظتيها بدل ما تعالجيها. دايما اهم معلومه بحب اقولها لكم يا بنات، لما بنيجي نحط اي زيت او اي حاجه على بشرتنا او اي ماسك، لازم بعديها على طول نحط مرطب مناسب لبشرتنا. لو عندك بشرتك دهنيه حطي مرطب مناسب للبشره الدهنيه، لو بشرتك جافه حطي مرطب للبشره الجافه. زي ما بقول لكم كده، لو استخدمت زيت الليمون مره واحده بس بالليل قبل ما تنامي، على طول هيطهر بشرتك وهينضفها وهيخليها نضره وهيمنع تكوين البكتيريا فيها، وبشرتك هتبقى فل وهتبين ان هي جميله والملمس بتاعها ناعم. ده غير كمان ان هو هيفتح بشرتك. يا رب المعلومات بتاعت النهارده تكون فادتكم عن زيت الليمون. لازم تجيبي زيت الليمون وتخليه في الروتين اليومي بتاعك بتاع البشره. لو انتوا اول مره تشوفوني، كانت معاكم ولاء جمال. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. مع السلامه.